لو انت مسؤول عن السبلاي تشين في شركتك فغالبا يومك كله بيبدا وينتهي بحرايق بتحاول تطفيها. ازمات مخزون، ضغط من المبيعات، مشاكل في التوريد، تكاليف بتعلى، وفي الاخر اول حد بيتحمل اللوم هو حضرتك، مع ان محدش شايف قد ايه الصوره معقده. اسواق بتتغير وموردين بيتاخروا، عملاء عاوزين كل حاجه اسرع وارخص وفي نفس الوقت اعلى جوده، والنتيجه الوقت كله شغال بس حاسس انك مش ماسك الجيم بلان بايديك للاخر. الحقيقه ان دورك مش مجرد تشغيل مخازن وشحنات، انت ماسك محرك الربحيه والمرونه في الشركه. كل قرار السبلاي تشين بيأثر على الكاش، على الربح، بيأثر على رضا العميل وصوره الشركه قدام السوق. لو السبلاي تشين متصمم صح الشركه كلها بتتحرك بثبات وسرعه. لو متساب يمشي من غير ستاندر وماشي حبي الخساره بتكون كبيره حتى لو الارقام مش مكتوبه قدام حد بشكل مباشر. الخبر الحلو ان اللعبه مش عشوائيه والموضوع مش سحر. السبلاي تشين ليه قواعد واضحه وليه فريم ورك وليه اسس، لو اتطبقت صح تقدر تقلل التكلفه من غير ما تضرب مستوى الخدمه، تقدر تزود السرعه من غير ما تغامر بالمخزون، وتبني شبكه توريد مرنه تستحمل الازمات. كل اللي محتاجه انك تبص للصوره من فوق، بيان استراتيجي مش بيان حل المشكله اللي قدامي بس. عشان كده عملنا اليوم التدريبي المكثف لقيادات السبلاي تشين، يوم واحد بس بعيد عن دوامه الشغل، نرسم فيه معاك خريطه السبلاي تشين في شركتك. مين بيضيف قيمه، فين نقاط الهدر، فين المخاطر اللي محدش واخد باله منها. هنتكلم بشكل عملي عن ازاي تصمم سبلاي تشين الاين مع استراتيجيه الشركه، ازاي تبني ريزيلينت نتورك تستحمل الازمات، ازاي تستخدم الداتا والكي بي ايز عشان تدير بدل ما تطفي حرايق، ازاي تحول السبلاي تشين من مركز تكلفه لمصدر ربحيه تنافسيه حقيقي. اليوم ده معمول للناس اللي في مكانك بالظبط، اللي شايلين مسؤوليه كبيره وعاوزين يطوروا الاداء بس بطريقه اذكى واهدى، مش مجهود كبير. لو حاسس ان اللي انت بتعمله مهم بس ممكن تطلع من السبلاي تشين بتاع شركتك قيمه اكبر، فاليوم ده مش مجرد كورس، دي اعاده ضبط للمنظور والطريقه اللي بتقود بيها السبلاي تشين في منظمه. خد قرارك انك تطلع يوم واحد من دايره التنفيذ عشان ترجع تقود بصوره كبيره لسنين قدام.